مساء الفل عليكم متابعين مسلسل إليف الحلقة 375. بتبدأ الحلقة بتاعتنا وهي إليف قاعدة حزينة كده زي ما احنا شايفين، عمالة تفكر ازاي أنا همنع العم جمال ان هو ما يخليش الخالة رابعة توقع على الورق ده، لان هو طبعا هيضحك عليها. والخالة رابعة دلوقتي عمالة تقول لإليف اشربي والحليب بتاعك، وحضرت لها كده بسكوت وحليب وهي عمالة تقول لها كلي. فطبعا إليف شاردة كده زي ما احنا شايفين، بتقول لها يا إليف يا ابنتي شكلك مرضتي، وبتشوفها كده هي مريضة ولا لأ. فلقت جسمها دافي شوية، بتقول لها سأحضر لك حساء ساخنا سيعيدك إلى وعيك. قالت لها إليف حسنا يا خالة رابعة. طبعا إليف قاعدة بتفكر، عمالة العم جمال بيخدع الخالة رابعة، أنا إزاي هنبهها إن هي تاخد بالها، أنا خايفة أقول لها برضو لحسن يضربني وكده. هنا بقى ملك خلاص هتبيت عند زينب النهاردة، بتقول لها زينب عطتها البيجامة دي، فبتقول لها أنا افتكرت البيجامة دي كنت أنا جايبها لك، وحتى كنت جايبة لإليف واحدة شبهها بالظبط، وكنتوا بتلبسوها انتوا الاتنين مع بعض وانتوا في البيت، وقعدت تفتكر الذكريات الجميلة دي. فزينب بتطمنها وتقول لها ان شاء الله الايام دي هتعود يا اختي، واليف هتعود الينا وكده، وان شاء الله الايام اللي جاية هيظهر كل شيء وهتكون كل حاجة حلوة. فملك قالت لها انا فرحانه جدا، بحمد ربنا ان هي اليف ما طلعتش متوفيه وكده، واكيد اللي جاي سهل طالما هي عايشه. خلاص اللي جاي سهل وانا متفائله خير، لكن لما كنت عارفه ان هي ميته كانت الدنيا وقفت في وشي خلاص، ما كانش فيه حل الا كده، وما كانش فيه امل للحياه خالص. وهنا بقى زي ما احنا شايفين كنان وسليم قاعدين بيتكلموا، فكنان بيقول لسليم انت هتنام تحت هنا يا اخي، فقال له ايوه فكرت ان زينب وملك يناموا هما الاتنين فوق ويرتاحوا، هيرتاحوا اكتر وكده ويفضفضوا مع بعض. فبدأ يتكلم سليم بيقول له لقد عانيتما كثيرا، هو ملك يعني، وخاصة الأخت ملك لقد أصبحت في بأس شديد من بعد إليف لما ضاعت وكده. فبيقول له ولأجلك هو وضع صعب أيضا أعلم هذا، بس أنت لو لقيت إليف ايه رأيك ان انت ترجع الاخت ملك وكده. فقال له الشيء الوحيد اللي انا بفكر فيه دلوقتي هو ايجاد اليف يسلم، وما بفكرش في اي حاجة تانية. بيقول له اعلم يا اخي، ونحن نفعل هذا ما يجب لايجاد ابنتنا وكده، بس يعني احنا بنتكلم في الوضع اللي انتوا عشتوا ايام صعبة ولازم تعوضوا الايام دي، لذلك انا بحترمك جدا يا اخي. بيقول له حين تجد إليف برأيي ستبدأ الحياة من جديد لأجلكما، وستشعران كأن الربيع جاء من جديد، هكذا أنا أشعر. قال له لا أعلم يا سليم، وقال له بعد أن ألتقي بابنتي لا أعلم ماذا سأشعر وماذا سأعيش، أهم حاجة دلوقتي أنا بفكر في إليف فقط. في نفس الوقت ده بقى واقفة تتسلط عليهم أسمان، فسمعت كل الكلام اللي هم بيقولوه، فبتقول إن وجدتما ابنتكم ستبدأوا الحياة من جديد، إذا أنا لن أسمح بهذا أبدا. وقعدت تستحلف له، وهتدخل عليهم علشان تقاطعهم علشان ما تخليش سليم يتكلم معاه في الموضوع ده يعني كده ويملى دماغه. فدخلت كده زي ما احنا شايفين، بتقول له المعذره لقد توترت فجاه لا تؤاخذني. قال لها ايه اللي حصل يا اسماء اللي خلاكي تفتحي الباب علينا فجاه حتى من غير ما تخبطي علينا. قالت له توجا لقد اغتاظت جدا، وتطلب والدها باصرار، وحتى مش عارفه تنام ابدا، وعماله تقول انا عايزه بابا، وقلت لها بابا متعب جدا يا توجا، ولكن هي اصرت ان هي تشوفك قبل ما تنام وكده. قال لها حسنا انا ساتي معك. فبتقول له هي غالبا اشتاقت لك، فبيقول له خلاص يا سليم سنتحدث لاحقا. قال له حسنا يا اخي. فبيقول له ليعطيك الله الراحه وطابت ليلتك وكده، وطبعا وسابه وخرج. فطبعا لما راح لقي توجه نايمه، بيقول لها طب ما هي نايمه اهي. قالت له شفت بقى، اهي لقد نامت وطلعتني انا الكدابه في النص، والله انا كنت سايباها صاحيه وكده، ولما نزلت اناديك جيت لقيتها نامت اهي زي ما انت شايف. وقعدت تبرر كده لنفسها، ما سكتتش برضو اسومان، وقعدت تقول له هي من الصبح عماله تقول انا بحب بابا جدا، وبابا برضو مش بيحبني لان انا مش بيحب غير انا بس، لان انا بنته الوحيده. فبتقول له يا سيد كنان ابنتك عاشقه لك جدا. فقال لها بس بنته كده وسابها وخرج. هو طبعا عارف ان تصرفاتها مش مظبوطه كده اتجاهه، بس بيحاول اللي هو ايه يعدلها علشان عارف ان توجه متعلقه بيها جدا جدا. فخلاص سابها وخرج، وقال لها طابت ليلتك، وقالت له طابت ليلتك، وسابها وخرج وراح ينام. ودي بقى قعدت في الغرفة بتكلم نفسها أنا العشيقة وليست ابنتك، في هذه الحياة للمرة الأولى أحببتك، ومش عارفة وفي مسافات بيننا وأنت بتحدثني بكل برود، ولكن أنا أعلم كيف سأذوب جبل التلج هذا. وقعدت بقى تستحلف له. هنا بقى ملك مش عارفة تنام خالص، زينب اهي نايمة جنبها ومش عارفة تنام. في الوقت ده كان شغال موسيقى في المسلسل. كده بقى خلاص الصباح جاء اهو، وهتصحى ملك دلوقتي وكنان عشان هيروحوا مشوار مهم جدا جدا في حياتهم. هيبدأوا بقى ان هم يبحثوا عن كل حاجة متعلقة بإليف، الناس اللي هم توفوا في الحادثة دول اللي هي نورتن ومحسن.
وهيسألوا هما ليه اهل محسن ونورتون دول ليه كدبوا عليهم وقالوا لهم ان اليف ماتت وليه وروهم قبر مزيف. هنشوف كل ده لان احنا طبعا شفنا في الحلقة اللي فاتت ان القبر طلع اليف مش في القبر ولا اي حاجة، وطلع ان اكتشفوا الكدبة يعني بتاع موت اليف وكده. ولما جابوا الشرطة فحرت في القبر ملقوش اي جثث فيه ولا لقيوا اثر لإليف خالص. فقعدت هنا السيدة عليا تدعي لهم ليجمعنا الله بأقرب وقت مع حفيدتي وليساعدهم الله، وتلاقي بتقبل على دعاها بتقول اللهم امين يا سيدة عليا. وهنا بقى فيصل قاعد بيكلم جمال علشان الورقة اللي عند الخالة رابعة. طبعا زي ما احنا شايفين بيقول لفيصل انا رايح دلوقتي علشان اخلي الخاله رابعه توقع على الورق. فبيقول طبعا اليف قاعده بتاكل هي والخاله رابعه وقاعدين بيتكلموا. فبتقول لها الخاله رابعه جايبه سيره العم جمال وبتقول لها ده هو كان بيقول ان هو جاي دلوقتي. فلسه ما كملتش الكلمه ولقيت الباب بيخبط وفتحت لقيته في بالفعل العم جمال. فاليف اتخضت جدا عشان عارفه ان هو جايب الورق اللي هي هتوقع عليه الخاله رابعه اللي هو هيضحك عليها بيه وياخد منها كل الاملاك بتاعتها. فبيقول لها اهو اول ما دخل طبعا بتقول له اقعد معانا على الفطار وكده مرضاش، وقال لها انا جبت الورق علشان توقعيه علشان انا مستعجل جدا علشان الحق احللك الامور دي. وقعي لي هنا خلينا انا امشي واحل الامور وكده. فهنا بقى في اليف قعدت تفتكر لما كان المره اللي فاتت لما جت توقع الخاله رابعه وكانت بتدور على النضاره بتاعتها وقالت له انا ما بشوفش اي حاجه من غير النضاره وكده وكنت عايزه اقرا الورق قبل ما اوقعه. ساعتها هو خلاها وقعت من غير ما تقرا اي حاجه. فدلوقتي اليف فكرت ولقيت برضو الخاله رابعه بتقول مش لاقيه النضاره وكده. فاليف جابتها لها وقالت لها نضارتك اهي يا خاله رابعه علشان تخليها يعني تقرا الورق كده وتاخد بالها. فقعدت الخالة رابعة تقرأ الورق. وهنا بقى ملك وكيلان راحوا قسم الشرطة وهيتفاجئوا باللي كيلان شافه. الضابط ساب الورق محطوط وخرج بره مش عارفة يجيب ايه من بره، وكيلان خد الورق وشافه ولقى انه مكتوب في الورق طبعا الورق ده اللي هو بتاع ملف القضية بتاع نورتون ومحسن. فكيلان شاف مكتوب بتقول له ماذا حدث يا كيلان. طبعا هو مخضوض جدا بيقول لها ثانية. فبتقول له يا الهي ماذا حدث، حاسه ان في حاجه كبيره حاصله يعني لاقيه مخضوض قوي. بيقول لها لا اصدق. فبيقول لها يا ملك اللي طلع ورا الحادثه بتاع حسن ونورتون هي ارزو هي اللي سببت في الحادثه. اتخضت وبتقول له ماذا يعني هذا يا كلال هل انت متاكد. فقعد يقرا الورق تاني وشاف كمان اللي كمان مش بس كده كمان ده اتهموها فعلا ان هي اللي ورا الحادث. وشاف كمان اللي هي اتحبست شهر بسبب الحادث ده، يعني ده كانت متهمة في الحادث واتحبست شهر وبعد كده خرجت يعني محامي خرجها وكده. قعد يقول انا هقتلك يا ارزو لو كنت انت اللي ورا اللي حصل لإليف طول المدة دي. وقعدوا بقى يشكوا لقد اخفوا عنا هذا يعني ازاي تعمل كده. طب ما هي اكيد طالما ليها علاقه بنورتون ومحسن اكيد ليها علاقه بإليف. طب اكيد هي تعرف هي إليف فين دلوقتي، اكيد هي اللي خططت كل ده هي وابوها اللي إليف ضاعت من البدايه خالص اكيد هما اللي كان ليهم علاقه بكل ده. وقعدوا يسالوا نفسهم اسئله كتير قوي. وبالفعل كلنا عارفين ان في البدايه لما مليح مات وهو وافرزوا بابا كان المخطط لكل ده كان نجدة. وهنا بتخلص حلقتنا ولكن مش النهايه، استنوا باقي الحلقه تنزل لكم في اول كومنت مثبت. والسلام.